النهارده عن موضوع مهم جدا بيقابل بايكرز كتير، بايكرز قديم وبايكرز جديده. ويمكن ناس كتير منه القديم بيرتبك ومن الجديد بيرتبك، بيبقى ماشي في طريق ممكن يبقى طريق عارفه بس هو سرح شويه وفجاه لا الطريق بيلف، طريق بيميل، كورنرنج، فاهم؟ والبايكرز الجديد هو مش متعود، اللي بيحسبها سرعه اللي انت ماشي بيها وزاويه الميل بتاعته هياخد الكيرف ازاي. فانا لازم ابقى فاهم موتوسيكلي، لازم موتوسيكلي يحس بيا. تمام، طريقك او موتوسيكلك هيمشي على نظرك، بمعنى لو انت بصيت للسور هتدخل في السور، لو انت بصيت للرمل هتنزل في الرمل. تبص فين؟ تبص لطريق هربك، تبص لطريقك اللي انت هتخرج منه ازاي. في الكورنر المفروض ان انا ما ادخلش بسرعه، لازم اخفف السرعه بتاعتي. تاني حاجه لازم ما امسكش فرامل، لازم فراملي تبقى في نقطه بوينت قبل الموضوع بكتير، قبل ما ادخل المنحنى بتاعي ده بوقت كافي ان انا ابدا ان انا اسيب فراملي وادخل الكورنر ما بمشيش ماسك، لان لو مسكت فرامل قدام هتزحلق، لو مسكت فرامل ورا هيلف. فمثال لكورنر، تمام، انا البايكر هنا سرعته 80، تمام، الراجل هيجي اوتسايد من هنا وبعدين يبدا يخفف سرعه، لازم ابدا من هنا افرمل، يعني لازم فراملي تبدا بدري. ليه تبدا بدري؟ عشان انا هاجي هنا كده هسيب فرامل، هبقى ماشي بسرعه البايك بتاعي، السرعه بتاعته اللي هي المتوسطه، ممكن ابقى حاجه بسيطه جدا على فرامل بس مش ماسك فرامل، تمام، وهبدا ادخل. يعني انا لو ماشي هنا 80 همشي كده هبقى هنا 50 او 40، وابدا اخد الكورنر من جوه وابدا اخرج اللي هو اوتسايد، انا كده بره اهوت، وبعدين هنا انسايد وبعدين اوتسايد. انا هنا 80 دخلت هنا بقيت 40، هنا ممكن ارجع تاني 80. بزود بنزين منين؟ ما ينفعش ازود من هنا. انا لو جيت من هنا وزودت بنزين همشي البايك بتاعي المساعد ما يفتح حاجه هدخل هنا، مش هيكمل معايا الكيرف بتاعي. طب انا لو جيت من هنا ومسكت فرامل، همسك فرامل هنا، تمام، يبقى انا هكمل كده وهدخل في السور، تمام. يبقى انا محتاج وقت كافي، يعني انا هنا سرعه 80 هاجي هنا همسك فرامل، هنا السرعه بتقل كده 70 60 50، هنا 40 بقيت في الكورنر، هنا 40 هبدا الف وابدا من هنا تاني ازود. ما ينفعش امسك فرامل هنا، ما ينفعش امسك ادوس بنزين وانا جوه الكورنر نفسه، لان ده هيوسع الزاويه بتاعه المنحنى نفسه، هبص الاقي نفسي دخلت في الحيطه هنا، تمام. فده حاجه لازم ان احنا نراعيها كويس جدا. وانت جوه المنحنى انت مش جدع، انت بتعامل حاجه ما بتحسبهاش جدعنه، بتحسبها بسرعه وزاويه دوران. يبقى انا لازم اراعي الموضوع ده كويس جدا مع سيطرتي انا عليه بقى. يعني انا لو شطرت زي ما قلنا، الموتوسيكلك هيمشي على وجهه نظرك. يعني ايه وجهه نظرك؟ هيمشي على بصه عينك اللي هتخرجك. فلما تيجي تدخل حاجه زي دي بص على نقطه هروبك.